السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ويعني في احسن الاحوال دائما يا رب. وبهاد الغيبه الطويله اللي غبت عليكم، يعني ما شاركت معكم حتى فيديو، ما يعني لا وصفه لا طبخات لا شيء. ان شاء الله بعد هاد الرجوع ان شاء الله يكون خير ان شاء الله، ونشارك معكم عاوتاني وصفات زوينين كما عودتكم دائما، وصفات يعني مجربين وليهم واحد النتيجة اللي كتبان يعني من أول استعمال إن شاء الله. والوصفة اللي غنشارك معكم اليوم هي مبيضة، بحيث كتحيد لنا التصبغات الإسمرار اللي كيكون عندنا في البشرة ديال الوجه، وكذلك بشرة ديال اليدين. ممكن تطبقوها على الرجلين كذلك العنق، يعني كتحيد لنا داك السواد اللي كيكون عندنا في الأماكن اللي فيهم السواد. كتحيد لينا ديك الطبقه ديال الجلد الميت اللي كيسبب لنا الاسمرار والخشونه، والبشره ما كتكونش عندها ديك النضاره اللي كتبينها. المهم يا البنات، نخليكم في الوصفه مباشره. فيها بيضه واحده وواحد جبن، يعني اي نوع من الجبن عندكم في المنزل، وعندنا قهوه سريعه الذوبان. اي نوع متواجد عندكم في البيت ممكن تصيبوا بهذه الوصفه وتحصلوا على واحد النتيجة اللي هي زوينة بزاف، وفعلا غتعجبكم. انا متأكدة 100%، لانني هاد الوصفة انا كنجربها شخصيا وكتعجبني بزاف. يعني مرة في الاسبوع كنطبقها على الوجه ديالي. وكما كتشوفوا يعني حطيت في واحد الاناء اللي غديروا فيه الخليط. يعني حطيت فيه صفار بيضاء وواحد يعني واحد الحبة ديال الجبن مثلث، وعندنا واحد ملعقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. نحاول نمزجوا هاد العناصر جيدا، نحاول نمزجوا هاد العناصر كما قلت لكم جيدا حتى كيندمجوا. كنطبقوا هاد الماسك على الوجه لمده 10 حتى 15 دقيقه حتى كيبان لينا نشف لينا على الوجه ديالنا مزيان. وكنقوموا بالفرك ديالو بحال كنحيدوا الاوساخ بالكيس، او كما كنديروا في الحمام. يعني ملي كنهزوا الكيس كنديروا كما كنقولوا لها بالليفه المغربيه مثلا، كنفركوا بيدينا وكيحيد يعني كنزولوا دوك الخلايا الميته. وراه تيبان لينا يعني الفرق قبل ما نغسلوا البشره ديالنا. كتبان لينا البشره ديالنا ديك الطبقه اللي كتكون الفوق اللي هو جلد ميت، كيكون كنحصلوا على واحد البشره اللي ملمسها رطيطب. ومن بعد كنغسلو بالماء دافئ، ما يكونش دافئ بزاف فاتر. ومن بعد كنطبقوا واحد الكريم على الوجه ديالنا، وراه كتبان لكم البنات النتيجه من اول استعمال. وهاد الوصفه كما قلت لكم راه نجربوها، ممكن نطبقوها على اليدين الرجلين والعنق. هذا ما كان، وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير ان شاء الله. ونتمنى يا البنات دعموني كما العاده باللايكات، يعني اللي كيشجعوني، بالتعليق الزوينين ديالكم، وبالاشتراكات الجديده اللي داخل عندي جديد، المشاركين الجدد. نتمنى دائما نكون عند حسن الظن.